من أقوى الرسائل التحذيرية التي يرسلها الله لعباده رؤيا الثعبان في المنام. نعم، رؤيا الثعبان في المنام مؤشر خطر وإنذار بالشر، وأنا باعتقادي أن رؤيا الثعبان في المنام تكون بمثابة إلهام من الله عز وجل، يقول من خلاله لصاحب الرؤيا: احذر فأنت على خطر. أيها الأحباب، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. رؤيا الثعبان في المنام دائما لها اتجاهان في التأويل. الاتجاه الأول تفسر فيه على معنى من المعاني التي وردت في كتب التفسير والتأويل، وطبعا هذه المعاني بتختلف باختلاف الشخص صاحب الرؤيا وبأحداث الرؤيا نفسها. الاتجاه الثاني تؤول فيه رؤيا الثعبان في المنام على أنها دليل على سحر أصيب به صاحب الرؤيا، وسأبين لك في هذه الحلقة إن شاء الله كيف تعرف الثعبان الذي رأيته دليل على أنك مصاب بالسحر، أم أننا سنفسره على معنى من المعاني التي وردت في كتب التفسير والتأويل. والآن اجعلونا سريعا نبدأ على بركة الله في صلب هذه الحلقة. نأخذ الجزء الأول والذي سنؤول فيه الثعبان على أنه معنى من المعاني التي وردت في كتب التفسير والتأويل. حبيبي في الله، رؤيا الثعبان في المنام لا تكون إلا شرا، لأن الثعبان يؤول على أنه عدو غادر أو امرأة حاقدة حاسدة. خلي بالك، عشان كده احنا دايما بنحذر من رؤية الثعبان في المنام ألا يستهان بها. عدو غادر أو امرأة حاقدة حاسدة، عدو يريد بك المكر، امرأة تحقد وتحسد عليك. حبيبي في الله، لدغة الثعبان في المنام سيئة جدا، ونحن طبعا لن نفسرها، سنكتفي بأن نقول إنها سيئة جدا، لأننا على منهج معكم منذ أنشأنا هذه القناة أننا لا نفسر الرؤيا السيئة أبدا حتى لا تقع وحتى لا تتحقق. لدغة الثعبان في المنام أجرنا الله تعالى وإياكم رؤيا سيئة جدا. طيب يا مولانا، أنا كده استفدت إيه؟ أفرض أنا شفت الثعبان لدغني في المنام، لا يعني المفروض نعمل إيه حتى لا يصيبني منه شر ولا ضرر ولا أذى؟ حبيبي في الله، أول ما تقوم من النوم تدفل عن يسارك 3 مرات، ثم تستعذ بالله من شر هذه الرؤيا ومن شر الشيطان، فإنها لا تصيبك إن شاء الله، كما أخبرنا بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إن رأيت نفسك في المنام ضربت الثعبان فقتلته، دل هذا على أنك ستنتصر على عدوك لا محالة. طب أفرض يا مولانا شفت الثعبان ماشي وراي في المنام، يعني أنا ماشي والثعبان ماشي وراي، ده معنى إيه؟ معناه حبيبي إنه في عدو من أعدائك بيمشي خلفك، يتابع أخبارك، يتسقطها ويتلقطها، يريد أن يعرف ما الذي وصلت إليه. برضو أقول لك احذر، لأن أحد أعدائك يراقبك. طيب أفرض يا مولانا أنا شفت نفسي في المنام ضربت الثعبان ضربة كده فقطعته نصفين لكنه لم يمت، يعني كل نصف اتجه إلى مكان، أيضا هذه الرؤيا خير، لأن معناها أنك ستنتصر على عدوك وستأخذ حقك ممن ظلمك. طيب يا مولانا، أحيانا الواحد يشوف في الثعبان كده في المنام فيصر بهيئته ومنظره وشكله وكده يرتاح له نفسيا، وأحيانا يشوف الثعبان يعني يشمئز منه ويخاف في المنام ويقوم من نومه مفزوعا. هل في فرق بين هاتين الرؤيتين؟ لا، ما فيش فرق. يعني شوف حبيبي في الله، الثعبان هو شر على طول الخط، سواء رأيته في المنام ارتحت له نفسيا وعجبت بهيئته ومنظره أو لم تعجب، بالعكس، ده لو أنت شفت ثعبان في المنام فأعجبت بهيئته وشكله، شفته كده أصفر مزركش جميل وارتحت له نفسيا، دل هذا على أن هناك عدو قريب منك. خلي بالك، عدو قريب منك يدبر لك ويكيد لك ويريد أن يوقعك في الفخاخ والمهالك، وأنت في الوقت ذاته لا تعرف عداوته لك. يعني أنت عطيل الأمان ومطمن من ناحيته، وهو شغال يطعن في ظهرك ويريد أن يحيق بك المكر والمكائد والسوء، أجارنا الله سبحانه وتعالى وإياكم. لأجل هذا الرؤية دي أخطر. أنت لو شفت ثعبان فارتحت له كده نفسيا، نقول لك لا، خلي بالك، ده في عدو قريب منك. ومش شرط يا جماعة الخير تكون القربة قربة في النسب، لأنه احنا عندنا قربة في النسب وعندنا قربة في المكان. ممكن يكون مش قريب منك في النسب، لا، قريب منك في المكان، زي جارك وزميلك في الشغل، الناس ممكن ما تقرب لكش بس هي قريبة منك في المكان. سواء ده أو ده، أول ما تشوف الثعبان كده في المنام وتقول الله ده شكله جميل وحلو وممكن تكلمه ويكلمك، نقول لك خلي بالك، ده عدو غادر، وللأسف أنت ما تعرفوش، ما تعرفش إنه في غدو في حياتك بيكيد لك. طيب أفرض أنا شفت الثعبان ويعني اتفزعت منه من منظره وخفت وصبته جديد، دل هذا على عدو لكن أنت تعرفه، أنت عارفه وفهمه كويس وعارف أوله وآخره، وعارف إنه فلان بفلان أو فلانة بفلانة دي بيريد أن يكيد لك. طيب يا مولانا، أفرض أنا لقيت الثعبان عندي في البيت،
تمام، بس ما عملتلهوش حاجه، يعني لا مثلا ضربت ولا طرت ولا ورقديت ولا هو جه ناحيتي ولا اذاني، بس موجود في بيتي. اقول لك احذر، فان اعداءك يدخلون بيتك وانت لا تعرف. مش لا تعرف يعني ما تعرفش انهم بيدخلوا، لا هم بيدخلوا وانت، وفي ناس بتدخل عندك في البيت وانت عارف الناس دي، بس الناس دي ما بتحبكش، ما بتتمناش لك الخير. طول ما شفت التعبان او الثعابين عندك في البيت لم تؤذها ولم تأذك، اعرف حبيبي في الله أنت حاقديك وكارهيك يدخلون عندك في البيت وأنت لا تدري. طب يا مولانا أنا شفت الثعبان في أوضة النوم أو على فراش النوم، إيه ده معناه؟ معناه أنك تحكي أسرارك لأعدائك وأنت لا تدري. سرك بيطلع بره للعدو وللحبيب وانت يا اخي ما واخدش بالك، فاحذر. طب يا مولانا شفت الثعبان نفث علي وجريت وراءه وبعد مشاده قتلته في المنام أو ضربته في المنام، دل هذا حبيبي في الله على أنك ستنتصر على عدوك ولكن بعد مشادة وتعب ونصب. دي غالبا يعني أكثر الحالات التي يرى فيها الثعبان في المنام، لو احنا هنفسره على معنى من المعاني التي وردت في كتب التفسير والتأويل. واللي عندي حاجة يعني ما ذكرناهاش يكتبها في التعليق وسنرد عليه بإذن الله سبحانه وتعالى. ننتقل الآن إلى الجزء الثاني. متى نعرف إن الثعبان مش عدو ولا كاره ولا حاقد، ولا مش امرأة حاسدة ولا كارهة ولا حاقدة؟ لا، متى نعرف إن الثعبان يدل على السحر؟ يدل على السحر. حبيبي في الله، إذا كان الثعبان الذي رأيته في المنام أسود اللون دل هذا على خادم السحر. شوف إزاي؟ أول ما تقول لي يا مولانا أنا شفت ثعبان في المنام، طيب هنسألك أول سؤال، لونه إيه؟ هتقول لي والله أزرق، أصفر، أخضر، أغبر، أبيض مثلا. يعني نقول لك لا، ده ما فيش مشاكل. إحنا هنقوله على إيه؟ على المعنى الأول. هنقول لك خلي بالك من عدو ومن عدوة ومن حاسد ومن حسد والكلام إيه اللي قلناه كثير ده من الصبح. تمام؟ طب قلت لي لونه أسود، نقول لك لا، لونه أسود هنا نتوقف، لأن الثعبان لا يأتي أسود في المنام إلا إذا كان دليلا على أنه خادم سحر. تقول لي يا مولانا طب وخادم السحر يجيني ليه في المنام ويكشف نفسه؟ لا يا حبيبي، هو ما جاكش في المنام، كما قلت لك إنما هي رسالة أرسلها الله سبحانه وتعالى إليك في رؤيا حتى تأخذ حذرك. والله يقول يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. ربنا بينبهك إنه في حد عمل لك سحر، وإنه في حد قصد بك المكر والسوء، فراح لساحر وعمل لك السحر ده، وإنت شفت خادم السحر في المنام على هيئة ثعبان. طيب يا مولانا في علامات تاني نعرف انه الثعبان اللي انا شفته ده دليل على السحر؟ ايوه، في علامة اخرى ايضا تفهم من خلالها ان الثعبان ده دليل على انك مصاب بالسحر، يعني زائد انه اسود، ان الرؤية بتتكرر، مش تشوفه مرة ولا اثنين، لا الرؤية بتتكرر معك أكثر من مرة، ووقتها نتأكد أنك مصاب بالسحر. طب إيه نوع السحر يا مولانا يعني؟ هل يعني الثعبان ده بيجي في سحر معين؟ لا حبيبي، بيجي في كل الأسحار، سحر الأثر وسحر الطلسم وسحر النجوم والسحر المأكول والمشروب والمرشوش وسحر التغطية وسحر التفريق وسحر الربط وسحر الإرسال والتأثير عن بعد، وكل الأسحار التي نعرفها والتي لا نعرفها يأتي الثعبان الأسود في المنام دليل عليها. طيب يا مولانا أنا شفت الثعبان، المفروض كده أنا نعمل إيه؟ تتوجه حبيبي إلى أقرب راقي شرعي، مش كتاب ولا خطاب ولا دجال، لا أنا أقول لك أقرب راقي شرعي، إنسان يتقي الله عز وجل ويعرف بالرقية الشرعية وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، إنسان على تقوى ورع ودين، وتحكي له الرؤية دي، تقول له والله أنا شفت الثعبان في المنام ولونه أسود، على طول هيفهم إني عندك مشكلة أو أنك مصاب بسحر أو إنه حد معمول لك سحر، وسيتعامل معك بكل الخير بإذن الله سبحانه وتعالى. إلى هنا تكون انتهت حلقتنا لهذا اليوم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتنا وحسناتكم.